الدار البيضاء 2030، المدينة التي لن يتعرف عليها أحد في سنة 2030. لن تكون الدار البيضاء مجرد أكبر مدينة في المغرب، بل ستتحول إلى مدينة تبدو وكأنها خرجت من المستقبل. مدينة لا تنام، ناطحات سحاب تلامس السماء، قطارات سريعة تعبر المدينة في دقائق، ومشاريع ضخمة تبنى في صمت، بينما أغلب الناس لا يعرفون ماذا يحدث خلف الكواليس. لكن السؤال الحقيقي هو: هل نحن أمام أعظم تحول حضري في تاريخ المغرب؟ أم أن هناك شيئاً أكبر يتم التحضير له؟ بداية التحول منذ سنوات، بدأت الدار البيضاء تتغير بسرعة مذهلة. طرق جديدة، أنفاق عملاقة، توسعت خطوط الترامواي، مشاريع ذكية، وأحياء كاملة يتم إعادة تصميمها. لكن الغريب إن وتيرة التغيير أصبحت أسرع من أي وقت مضى. كل شهر تقريبا يظهر مشروع جديد، وكأن المدينة تستعد لشيء ضخم سيحدث قبل 2030. مدينة المستقبل. تخيل أنك تسير في شوارع الدار البيضاء سنة 2030. شاشات رقمية عملاقة في كل مكان، حافلات كهربائية صامتة، مبان ذكية تتحكم في الطاقة والحرارة تلقائياً، كاميرات وأنظمة ذكاء اصطناعي تدير حركة السير بدقة. حتى الميناء قد يصبح من بين الأذكى في إفريقيا. أما مطار محمد الخامس الدولي فقد يتحول إلى مركز عالمي يربط إفريقيا بأوروبا وأمريكا والخليج. لكن هذا ليس كل شيء. السر الذي لا ينتبه إليه أحد: هناك تفاصيل صغيرة بدأت تظهر في أنحاء المدينة. مشاريع فاخرة تبنى بسرعة، فنادق عالمية جديدة، مناطق أعمال حديثة، استثمارات أجنبية ضخمة تدخل بصمت، وكأن العالم بدأ يضع عينيه على الدار البيضاء. لكن لماذا؟ هل بسبب كأس العالم 2030؟ أم لأن المغرب يخطط ليصبح قوة اقتصادية كبرى في إفريقيا؟ ربما الدار البيضاء ستكون قلب هذا التحول كله. الجانب الغامض: رغم كل هذا التطور، تبقى هناك أسئلة غامضة. كيف ستبدو الحياة اليومية فعلا؟ هل ستصبح المدينة أكثر راحة أم أكثر ازدحاما؟ هل سيتمكن الجميع من مواكبة هذا التطور؟ وهل ستظل الدار البيضاء محتفظة بروحها القديمة؟ البعض يقول إن المدينة ستصبح نسخة مصغرة من دبي أو سنغافورة، والبعض الآخر يعتقد أن القادم أكبر بكثير مما نتوقع. لكن الحقيقة أن ما يحدث الآن قد يكون مجرد البداية فقط. 2030، اللحظة الحاسمة. في السنوات القادمة قد نشاهد مشاريع لم نكن نتخيل وجودها في المغرب. أحياء ذكية بالكامل، شبكات نقل متطورة جدا، مراكز مالية عالمية، وواجهات بحرية قد تصبح من الأجمل في إفريقيا. وإذا استمرت هذه السرعة، فإن الدار البيضاء سنة 2030 قد تتحول إلى مدينة مختلفة تماما عن التي نعرفها اليوم. مدينة تحمل طموح بلد كامل. لكن السؤال الذي يبقى بدون جواب: هل ستكون الدار البيضاء فعلا مدينة المستقبل؟ أم أن ما نراه اليوم مجرد بداية لخطة أكبر لم تكشف بعد؟ السنوات القادمة وحدها ستكشف الحقيقة. وربما عندما تصل سنة 2030 لن يصدق الناس كيف كانت الدار البيضاء في الماضي.